عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة رابعة في آخر درس في الوحدة الأولى، وهو عبارة عن معلومات عن بعض الدول. فحتى عنوان الدرس بيقول رحلة حول العالم. طيب مين الدولة اللي احنا هنتكلم عنها أو هناخد عنها معلومات؟ دي دولة موجودة في قارة أمريكا الشمالية، اسمها دولة كندا. اسمها دولة إيه؟ كندا. طيب تعالى ناخد بعض المعلومات عن دولة كندا. دولة كندا يا ولاد يوجد فيها خليج اسمه خليج هيدسن. خليج ايه يا مستر؟ هيدسن. قول معايا كده، خليج هيدسن. والخليج ده يا ولاد فيه مية. المية بتاعته بتيجي في فصل الشتاء بتتجمد بالكامل، طبعا عشان ان هي وقع في منطقة باردة، وبالتالي بتيجي في فصل الشتاء وبتتجمد. طيب في معلومات تانية طبعا، ان في يا ولاد أكبر غابات العالم من حيث المساحة. بتغطي مساحة الغابة دي في دولة كندا 50% من مساحة الدولة، يعني نص مساحة الدولة غابات، وهي أكبر غابات العالم في دولة كندا. وكمان يا ولاد بيشتهر شعبها باللطف، لطيف جدا، وبيحترموا الثقافات العالم، يعني لديهم احترام كبير للثقافات المختلفة حول العالم. يعني أغلب ثقافات العالم موجودة في دولة كندا. وكمان بيعيش فيها يا ولاد كثير من الأجناس المختلفة حول العالم، يعني فيها من كل حتة. يعني ممكن تلاقي فيها مصريين وعرب وأوروبيين ومن قارة آسيا. فبيعيش فيها عدد كبير جدا جدا من الأجناس في دولة كندا. بس كمان فيها فائض كبير في الإنتاج، وخاصة في المحاصيل الزراعية. يعني عندهم في مخزون كبير جدا من محصول القمح. وهي يا ولاد بتعتمد كمان دولة كندا على تصدير البترول، يعني بتصدر البترول. ده معناها ان هي برضو عندها مخزون كبير من البترول. يبقى احنا كده خدنا معلومة تانية، ان هم عندهم فائض كبير من إنتاج المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول القمح. وكمان بيصدروا البترول. طيب هل في علاقات بينها وبين مصر؟ أكيد. قالك إن دولة كندا بتتعاون مع مصر في عدة مجالات، يعني في بيننا وبين دولة كندا تعاون في عدة مجالات، زي مثلا التعليم على سبيل المثال، والهجرة إن بنهاجر إليها عدد كبير من الشباب، والطاقة، يعني بيقعد في تصدير، بنصدر مع بعض مثلا مصادر الطاقة زي مثلا البترول، بنستورد منها البترول وهكذا يعني. يبقى في تعاون بين دولة كندا ومصر في مجالات متعددة زي التعليم والهجرة والطاقة. طيب هل دولة كندا فيها معالم مشهورة من ناحية السياحة يعني؟ قال لك أيوة، فيها برج اسمه برج سي إن تورونتو. اسمه برج سي إن تورونتو. تورونتو. طيب وفيها برضو منتزه اسمه منتزه بانف الوطني. منتزه بانف الوطني، دي برضو من أشهر المعالم اللي موجودة في دولة كندا. طيب العملة بتاعتها يا ولاد الدولار الكندي. يبقى العملة اللي هي الدولار الكندي. طيب بالنسبة للغة الرسمية، يعني هم بيتكلموا هناك ايه؟ قال لك في لغتين، الإنجليزية والفرنسية. يبقى بيتحدثوا في جزء بيتحدث بالإنجليزية، وفي جزء تاني بيتحدث بالفرنسية. طيب العاصمة تاو أو تاوة. أو تاوة. يبقى العاصمة أو تاوة. أنا بكرر طبعا الأسماء الصعبة دي علشان نقدر نحفظها. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا. لو احنا خدنا معلومة عن دولة، طيب هل دول العالم لها معالم؟ طبعا كل دولة في العالم ليها معالم بتتميز بيها. طيب مصر طبعا من الدول بحضارتها العريقة بتمتلك مكانة خاصة بتمنحها دور رائد بين الأمم. وطبعا لو احنا اتكلمنا عن أهم المعالم في مصر مش هنخلص، فهنتكلم عن جزء صغير كده من أهم المعالم الموجودة في مصر. موجودة في محافظة القاهرة، اللي هو
برج القاهرة، واتكلمنا عنه في الترم الأول. طيب برج القاهرة ده تم إنشاؤه عام كام؟ قال لك 1961. 1961. يبقى برج القاهرة تم إنشاؤه عام 1961. طيب في عهد مين؟ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. في عهد مين؟ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. طيب مين اللي صممه؟ المهندس اللي عمله اسمه ايه؟ نعوم شابيب. نعوم شابيب. يبقى اسمه ايه؟ نعوم شابيب. ولو انتوا خدتوا بالكم، لو بصيتوا على برج القاهرة هتلاقيه واخد شكل زهرة اللوتس، ودي الزهرة اللي كان زمان بيستخدمها المصريين القدماء في الشعار. يبقى شكل برج القاهرة على زهرة اللوتس، وهي أحد الرموز المصرية القديمة. وبكده خلصنا الدرس الصغير بتاعنا اللي هو رحلة حول العالم، واللي اتكلمنا فيه عن دولة كندا. ونلقاكم إن شاء الله في حصة جديدة. معكم مستر أسامة النوبي.